أرحب بكم مشاهديني الأعزاء من على شاشة تلفزيون دبي، وأرحب بضيفي الفريق ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي في هذه الحلقة الجديدة من الشارع العربي. أهلا وسهلا فيك معالي الفريق. حققت دولة الإمارات العربية خلال العقدين المنصرمين قفزة نوعية في التطور الاقتصادي والثقافي، واحتفظت الإمارات بمكانة مرموقة بين الدول القليلة التي تشهد معدلات نمو مرتفعة بالاعتماد على مواردها الطبيعية وعلى موقعها الجغرافي المميز، وأيضا بالاعتماد على الاستقرار الأمني والسياسي الذي استقطب العديد من الخبرات العربية والأجنبية لتساهم في بناء حلم انتصب حقيقة، إن كان من البنى التحتية إلى العمران المذهل، إلى الطرقات، إلى المطارات، إلى الخدمات والرفاه. رفاه عجزت للأسف عن تحقيقه أكثر دول منطقة الشرق الأوسط. الحلم الإماراتي أصبح حقيقة يتبناها القريب لبلاده بغيرة المحب، ويحسدها عليه البعيد متمنيا فرصة عمل وحياة آمنة ومستقرة في بلاد حققت في اتحادها خلال 4 عقود فقط، حققت نموذجا في انسجام مجتمع من القاعدة إلى القيادة. القيادة التي غيرت من مفهوم السلطة القمعية المتعارف عليها في هذه المنطقة عموما إلى مفهوم الإدارة التي تسمو وتماهي بين الدولة والمجتمع ليكونا معا دائرة واحدة صلبة تحت الشرع والعدل والمساواة والرحمة. أرحب بك مجددا فريق ضاحي في برنامج الشارع العربي. اليوم كما يلاحظ أي قادم إلى الإمارات كبلد ككل، إلى دبي اليوم، هذا النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني وكما ذكرت الرفاه وغيره، يسأل اليوم من يسبق من، الأمن أم الاقتصاد؟ أيهما يأتي قبل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في الأمن نقول أن الأمن ركيزة التنمية، فلا تكون تنمية إلا إذا كان هناك أمنا. ويعني للعلم أقوى مؤشر وأعلى مؤشر من مؤشرات الأداء في الدولة مسجل لصالح الإمارات هو مؤشر الأمن. أعلى مؤشر وأقواها. نعم. لأنه يعني مرد سؤالي سيادة الفريق أنه اليوم يقال أنه ربما الفقير يعني يطالب بحقوقه أكثر، ربما يخل بالأمن أكثر، وإنما الاقتصاد المتين يجعل مهمة الأمن أسهل. بتوافق؟ يعني ليس بالضرورة. يعني الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا جينا من هذه الزاوية ومن هذا المنظور، نعم تكون الحاجة إلى لقمة العيش أسبق إلى الأمن، ولكن يعني في ظل ظروف معيشية وفي ظل يعني رفاه مجتمع فيها رفاه، الأمن أسبق. لماذا؟ لأن رأس المال جبان، لا يستقر ولا يعني يبقى إلا في الأماكن الآمنة المستقرة. ولهذا يعني نعم في الدول التي فيها لقمة العيش يعني صعبة والحياة فيها قاسية، يكون الخبز أسبق من إيش؟ من غيره، وتوفيره يوفر الأمن. العملية معكوسة في الدول إيش؟ الثرية والدول الغنية. كلما كان يعني الأمن مستتبا كلما كانت رؤوس الأموال مستقرة، وكلما كان إيش؟ الوطن قادر على النماء والرخاء والاستثمار، وهذا ما حصل عندنا في الإمارات. طب ضمن هذا المؤشرات العالية التي تقول عنها الأمنية في دبي عن الإمارات بشكل عام، أنت عبرت عن بعض المخاوف الأمنية. هل هي مخاوف احترازية؟ يعني أنت استباقية تخاف أن تحدث، أم هي مبنية على معلومات أو وقائع؟ مثل إيش؟
يعني أنت قلت تخاف على أمن الخليج، تقول هناك طبعا مخاطر. لا يعني الآن في يعني أنا ما أسميه ثورة الفسيخ مصر تسميها ثورة الفسيخ، ثورات الفسيخ العربي ولا أعترف بأنها يعني ثورات ربيع عربي. وسترون إن شاء الله يعني ما أتمنى، لكن سترون التوقع هذا يعني في مدى عامين سترون أن فعلا، وهي بوادرها ظهرت اليوم، يعني هذه الثورات لم يجني منها الناس ثمارا على الإطلاق. لا تزال الأمور مهلهلة والبلدان فيها إشكاليات، والبعض بيقول أن يحتاجون إلى وقت، لكن العبرة ليست ما حدث، هي ليست ثورات، إنما ناس أثيروا، ربما أثيروا من الداخل ومن الخارج. من الداخل يعني يمكن كثرة يعني المحسوبيات والفساد وإلى آخره، والخارج استغل هذه الظروف وأصبح قادر على تحريك والتأثير في الناس. يعني اليوم لو اقطعتك معلش، اليوم أنت ترى بكل ثورات الربيع العربي هي مؤامرة من الخارج، يعني احنا مشروع خارجي؟ نعم، احنا حسب تتبعنا أن بين قوسين الإخوان يتعاطون مع منظمات ما تسمى بالمنظمات المجتمع المدني، وهي ليست منظمات مجتمع مدني، هي منظمات مجتمع استخباراتي غربي بين قوسين صغيرين صهيوني، تهدف إلى إحداث فوضى. تقول يعني المرحومة سياسيا كوندوليزا رايس أن أنها يعني فوضى خلاقة. ماذا ستخلق هذه؟ حتى الآن فيها سفك دماء، حتى الآن فيها خسائر في الاقتصاد رهيبة، حتى الآن فيها يعني نزعة وطائفية، وفيها يعني فئوية، والإخوان فئوية، تنظيم في داخله تنظيم سري. هذا التنظيم يعني لمعلومة من لا يعرف من يعني المواطنين العرب في الخليج، فيه تنظيم سري. هذا التنظيم السري لا يسمح بالاطلاع على المليارات التي يجنيها من المحسنين وكيف تذهب وإلى من تذهب. قد تؤول هذه إلى محافل يعني ما أنزل الله بها من سلطان في يعني إسعاد الإنسان العربي. شايف كيف؟ وبالتالي نحن نتكلم عن تنظيم، نعم في ناس مساكين على وجوههم أبرياء قلابة يظنون أن هذه المظاهر هي مظاهر يعني تدين، لكن في قالب هذا التنظيم قالب صغير جدا أو دائرة ضيقة جدا. هذه الدائرة هي يعني وكر الحرامية. أنت رجل تحقيقات فريق نعم. ضاحي، علمي جدا، وهذا يعني يشهد له اليوم في دبي من إدارتك لهذا الجهاز المهم ولسنوات طويلة. عندما تقول بأنه في جهاز سري، هل لديكم وثائق؟ مش أنا أقول، أنت هل عم تقلي على الأقل لا يعني في وثائق ولا هو تخوف؟ هذا مثلا كلام الإخوان، عناصر الإخوان الذين ظلوا معهم يعني سنوات طويلة في هذا التنظيم، منشقين يعني طلعوا عن الأخوان وخرجوا من التنظيم يقولون أنه نتن وأنه قدر وأنه تنظيم يعني يعني يتسلط على الأموال وينفقها لا ندري كيف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصل إلى كيف. يعني ليش إحنا اليوم نعمل مثلا جمعية من جمعيات ذات النفع العام، وعلينا أن نظهر الموازنة بشفافية، وكل فلس يكون بيناه أين صرف. هؤلاء يرفضون إطلاع أي حد على أين تؤول هذه المليارات. طيب اليوم الإخوان يقولون خلي كلمة. هذا بالإضافة هذا بالإضافة إلى أنهم مزورين كبار. مزورين كبار. على سبيل المثال
يعني في السنوات يعني القليله الماضيه، خلينا نقول يعني من 20 سنه 25 سنه، جونا مجموعه من الاخوان على اعتبار انهم رجال دين، وهؤلاء مع الاسف ظنوهم الناس هنا انهم يعني اتقياء وانهم رجال دين فعلا. وماذا كانت النتيجه؟ هم في الحقيقه سباكين، سمكريه، شحامين، صباقين، يعني مهن يدويه زورت لهم شهادات انهم خريجين دراسات اسلاميه وهم لا يفقهون في الدين شيء. هيدا انت عندك اياها وثائق تعرفها؟ نعم انا اكلم شيء. طيب تنظيم يدعي الاسلام ويزور بهذا التزوير، كيف يكون امينا على مصالح الناس؟ هي وين صارت؟ هون فريق ضاحي في الامارات؟ لا التزوير عندهم هناك فين؟ في مصر. في مصر. والتزوير هذا يعني يقوم فيه التنظيم ويجيب عليه تصديقات ومعادلات للشهادات، وهو كذب ورياء. شايف كيف؟ فمثلا يعني مثل هذا التنظيم كيف يؤتمن على ايش؟ على مصالح الناس، وكيف يظنه الناس انه يعني. ولهذا الخارجون منه من عمقه، مش كلامي انا، يقولون ان الاخوان يعرفون اشياء كثيره ربما، ولكن شيئين ما يعرفونهم. لا يعرفون السياسه، وانا اقول هذا شيء طبيعي لان ما يعرفون السياسه. طيب. لكن الشيء المثير انهم لا يعرفون الدين. لان السواد الاعظم منهم ليس مؤهلا ويقوم بايش؟ بالفتوى. طيب فريق خلفان، اليوم بيقول الاخوان اللي هم يعني الاقوى على الارض حسب ما ظهر في سلطات ما بعد الربيع العربي، بيقول لك نحن تم ظلمنا من السلطات، هم الأقوى، تم تهميشنا بالانتخابات يعني. لا على الاقل. لا بس خليني بغض النظر، يعني بيقولوا نحن تم تهميشنا، تم ظلمنا، تم تشويه سمعتنا باشياء من الانظمه الحاكمه سابقا هناك. بيقولوا لك نحن من حقنا نجي اليوم على السلطه وجربونا. طيب هذا اذا كان هذا الحال في مصر، ما الذي يجعلهم هنا في الامارات يخرجون علينا؟ ليش؟ لأن ربوهم يعني الذين أتوا فارين من مصر واستقبلوا هنا على اعتبار أنهم يعني خرجوا من موطأة ايش؟ تنكيل، وأتوا إلى هنا واستقبلوا استقبال ايش؟ حسن في ذلك قبل 35 سنة 40 سنة مع قيام الدولة ما حد كان يعرف شيء عن الإخوان المسلمين، واستقبلوا استقبال طيب واتوا كمدرسين في جامعاتنا ومدارسنا. ماذا كانوا يعلمون اولادنا؟ كانوا يعلمونهم الخروج على ايش؟ على الحكومه، وكانوا يقذونهم بافكار حسن البنا، وانه مهما غاب بناظره عنا فنظل احنا ايش؟ خاضعين وتابعين لحسن البنا، بدل ما يعلمونهم عيش بلادي عاش اتحاد اماراتنا ويغرسون فيهم الوطنيه. ولهذا خرجوا ايش؟ هاي المجموعه من الشباب يعني ممسوخين وطنيا. شايف كيف؟ فاحنا انت برايك انه هي حركه او مشروع صهيوني من حسن البنا يعني فريق ضاحي؟ هل اليوم أنت تقول لي بأنه المشروع الإخوان المسلمين هو مشروع صهيوني أو يعني مثير للهي من أيام حسن البنا، من أيام 1920؟ يعني أساسا تقول يعني المراجع المحايدة أنه أنشئ لقصد أن تضرب فيه يعني مجموعتين، الليبراليين والقوميين ايش؟ العرب الذين أخذوا يزاحمون الملك في ذلك الوقت على انتزاع السلطة، فأوتي به واستغلته بريطانيا. أسس يعني يقال أن أسست إيش؟ المخابرات البريطانية خدمة لهذه القائمة، ولهذا كان في ذلك الوقت هو يخدم مصالح دولة إيش؟ دولة عظمى وهي بريطانيا. اليوم هو يخدم مصالح دولة عظمى وهي إيش؟ أمريكا. هذا كلام خطير طبعا. نحن تعودنا منك على كلام الخطير، ولكن أنا حقيقة لأنه قاعد يتعاون وياهم.
يعني أنا بدي اليوم نسمع رأي ضاحي خلفان، ولكن بوضوح لحتى ما ينفهم أنه هو تهجم بدون إثباتات وبدون وثائق. على كل اسمح لي إذا بتريد روح لإعلان قصير، أعود إليك. إعلان سريع، أرجو أن يكون سريع لنعود للحوار.